خبر عاجل. على ضوء استمرار التوتر الجيوسياسي بينهما، يسير المغرب والجزائر في اتجاه تعزيز ترسانتهما الدفاعية والهجومية بأحدث التقنيات والأسلحة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير قدرات سلاح الجو الذي يعد واحدا من أهم عوامل تحقيق الردع الاستراتيجي، إذ تشير تقارير إلى بداية تشغيل الجيش الجزائري مقاتلات روسية جديدة من طراز سوخوي 35. وفي هذا الصدد أكد تقارير بموقع إفريكا ميليتاري المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية أن الجزائر بدأت مؤخرا تشغيل مقاتلات سوخوي سو 35 الروسية في خطوة تعزز قوتها الجوية وتعكس عمق الشراكة العسكرية مع روسيا، لافتا إلى أن بعض التقارير الأخرى كانت قد سجلت أن الجيش الجزائري أبرم صفقة مع موسكو عام 2018 لشراء 24 مقاتلة روسية من هذا الطراز. وبالتوازي مع إمكانية وصول طائرات سوخوي الشبحية إلى القواعد العسكرية الجزائرية، فإن هذا المعطى قد يسرع حصول الرباط على أحدث الطائرات في العالم، ويتعلق الأمر هنا بطائرات F-35 الأمريكية. وأشار التقرير ذاته إلى أن الإمارات عرضت وفق تقارير تمويل شراء المغرب لمقاتلات F-35 الشبحية الأمريكية، إذ إن تحسن علاقات المغرب مع واشنطن وتل أبيب قد يسهل حصوله عليها، مما يمنحه ميزة استراتيجية على جيرانه. وأكد عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية أن المفاوضات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لاقتناء طائرات حديثة وصلت مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الخيارات الأمريكية المطروحة على المغرب هي طائرات F-35 أو طائرات F-22. وهذه الأخيرة خيار جيد جدا بالنسبة للجيش المغربي، كونها أفضل بكثير عملياتيا من سوخوي 35، ولا تشغلها سوى دول قليلة جدا في العالم منها إسرائيل. لا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا.